هناك بعض الإخوة هداهم الله بدأوا يتكلمون ويحذرون من الشيخين محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله، وتكلمون كذلك عن الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله. فما هي بناء على كلام صدر من بعض طلبة العلم الصغار، فما هي نصيحتكم لهؤلاء الإخوة وجزاكم الله خيرا؟ أقول أنت سألت أو قلت إن هناك ناسا يتكلمون عن الشيخ عبد الوهاب الوصابي والشيخ عبد العزيز البرعي، وهم كذا يتكلمون بأي شيء، يحذرون مثلا الشيخ محمد الوهاب الوصابي يحذرون منه بناء على كلام صدر من طلبة العلم. أنا سأسمي مضطر أسمي بعضهم مثل هاني تكلم فيه وصلهم كلامه. نعم. أقول هل وصلهم كلام أحد من المشايخ فيهم؟ نعم، يبنون تحذيرهم على كلام صدر من بعض طلبة العلم مثل أمثال هاني بن بريك وبعض. أنا الذي يقول إن هؤلاء الذين يتكلمون في هؤلاء المشايخ عبد الوهاب الوصابي وكذلك عبد العزيز البرعي وحتى محمد الإمام، أنا أقول أن نخاف الله تعالى فيهم، وناس أصحاب العقيدة الصحيحة جزاهم الله خير، والذين يتكلمون فيهم يحسبون عند الله ثم يكونوا مخطئين عند الناس أيضا. في الحقيقة هذا ظلم ينبغي أن لا تسمعوا، وهؤلاء جزاهم الله خير علماء فاضلين من أهل اليمن، وبهم قامت السنة بفضل الله تعالى في اليمن. فالذين يتكلمون مساكين هؤلاء مقلدين ما يفهمون، إذا تكلم أحد كلمة يطيرون بها، وقد يكونون لا يعرفون معنى الجرح والتعديل وإليه تكلموا كلام من هذا النوع. فأنتم لا تسمعوا كلامهم واحترموا المشايخ هؤلاء، وأيضا استفيدوا منهم إذا قدرتم. نعم، بارك الله فيك.